طيب الله مساءكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية الإثرية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء المستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. إجراء دراسات لتحسين القنوات التحويلية في إقليم الكاشبركا. نمو جيد للمزارع في بوكو. صيانة البنية التحتية والطرق في علام عيد. حكومة الوفاق وبرلمان بنغازي يعلنان وقفا لإطلاق النار في ليبيا. اتهامات متبادلة بين لندن وبريكسل بشأن بريكسيت. منظمة الصحة العالمية تأمل بانتهاء كورونا خلال أقل من عام. من العناوين ننتقل وإياكم إلى التفاصيل. تسببت السيول الجارفة والفيضانات بأضرار جسيمة على البنية التحتية الزراعية في مختلف أنحاء البلاد، وقد شهد إقليم الكاشبركا أمطارا غزيرة ألحقت السيول الناتجة عنها الدمار بالمجاري والقنوات التحويلية للسيول لري مساحات شاسعة للأراضي الزراعية. للمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. أجريت دراسات في إقليم الكاشبركا للتعرف على حجم الأضرار التي سببتها السيول القوية على القنوات التحويلية وكذلك القنوات التحويلية التي توقفت عن الخدمة لأسباب مختلفة للقيام بالصيانة اللازمة والتحسين. وأشار مسؤول البنى التحتية الزراعية في الإقليم المهندس سامسون يماني إلى الدمار الذي لحق بمجرى عشنكيت التحويلي الذي يعتبر من المجاري التحويلية الخمسة الكبيرة في الإقليم، ويروي مساحة من 800 إلى 1500 هكتار، لكنه انهار جراء السيول القوية عام 2018 والذي أثر سلبا على إنتاج المزارعين. وذكر إعداد الدراسة الهادفة التعرف على مشاكل وأضرار جميع المجاري التحويلية وإيجاد الحلول لها، وأرسلت إلى الجهات المعنية. وقال إن عدم متابعة إصلاح المجاري التحويلية والصيانة العاجلة عند حدوث الأضرار يكون الدمار فيه كبيرا، مشيرا إلى وقوع أضرار في أغلب المجاري التحويلية البالغ عددها 36 مجرى كبير وصغير. وأوضح مسؤول التنمية الاقتصادية في مديرية هيكوتا المهندس داوود برهاني إنتاج 30 كونتالا من الهكتار الواحد بعد بناء مجرى عشنكيت التحويلي عام 2006، لكن الإنتاج انخفض مع امتلائه بالطمي ومصاعب قنوات الري، وتوقفت الخدمة فيه تماما بعد انهياره جراء السيول عام 2018، داعيا الجهة المعنية لاستجابة العملية للدراسة. وطالب المزارعون من جانبهم الإسراع لصيانة المشروع. ذكر مزارعو ضاحية بقو بمديرية حقات أن مزارعهم نمت بشكل جيد لتوفير الحكومة الجرات وفي الأوان وبأسعار مناسبة. وأوضح مدير ضاحية بقو السيد إيوب تسفى ميكالان زراعة الدخن والفول والذرة والبقوليات في الضاحية، وأكد على استعداد المزارعين لمتابعة ومراقبة المزارع حتى الحصاد وجمع المحصول من الآفات الزراعية وحماية الأشجار. في غضون ذلك أفاد مراسل وكالة الأنباء الإثرية بأن السد الذي يشيد في ضاحية بقو قد بلغ منتصفه، وتشير أنشطة حماية التربة وحفظ المياه. ويقطن بقو الواقع على طريق كرن حقات أكثر من 3600 مواطن. تجري أعمال صيانة الطرق والجسور التي تضررت بسيول في منطقتي مسكيتي وبالوى في مديرية علاب عيد من مشاركة السكان وأعضاء قوات الدفاع وشركة ساجن للبناء. وقد تضررت الطرق والجسور بالسيول التي ناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت يوم 15 من أغسطس. وأوضح المشاركون في نفير الصيانة إنجاز عمل مثمر في وقت محدود. وقال المدير التنفيذي في إدارة مديرية علاب عيد السيد محرنة تخلاب أن صيانة الطرق المنجرفة والجسور المتضررة جراء هبوط الصخور من الجبال المحاذية وفتحها للخدمة كان ثمرة العمل المتفاني.
وذكر المشرف على عمل الصيانة المهندس درزقي أماني من شركة سجل للإنشاءات تنفيذ مهام فاعلة في أيام قليلة لتكاتف السكان والجيش ومساهمة الآليات. طلب سكان جزيرة دهلك للحصول على الدعم الآلي لبناء حفائر لحجز مياه الأمطار والسيول. وأوضح السكان أن الجهود التي قاموا بها بقدراتهم الذاتية لحل شح المياه والشرب والسقي لم تأتي بحل جذري، مطالبين الجهات المعنية إبداء الاهتمام لإمكانية حجز مياه يكفي العام. وأعلن مكتب المياه في إقليم شمال البحر الأحمر وجود برنامج ودراسات قصيرة الأجل وأخرى بعيدة الأجل لضمان توفير المياه في مديرية دهلك. ويقطن مديرية دهلك التي تبعد حوالي 60 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من المصوع أكثر من 600 أسرة تزاول الصيد والتجارة والرعي. مشاهدينا الأفاضل، إلى فاصل ومن ثم نواصل. أهلا بكم من جديد. توصلت القوى المتنافسة في ليبيا حكومة الوفاق الوطني بطرابلس والبرلمان المنتخب في بنغازي إلى وقف فوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية وكذلك تنظيم انتخابات على كل الأراضي الليبية. ففي إعلان مفاجئ قال رئيس حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة فايز السراج ومقره طرابلس في بيان أنه أصدر تعليماته إلى جميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية. ودعا السراج إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس القادم وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين. وفي بيان منفصل نشر على حساب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على تويتر، طلب عقيل صالح رئيس البرلمان الداعم للرجل القوي في الشرق الليبي المشير خليفة حفتر طلب الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد. وتنازع الطرفان منذ سنوات على السلطة وجرت معارك طاحنة على مدى أكثر من سنة بين قواتهما في محيط طرابلس. تبادلت لندن وبروكسل الاتهامات بشأن مسؤولية عدم تحقيق تقدم في المفاوضات حول اتفاق ينظم علاقاتهما ما بعد بريكسيت. وتحدث الاتحاد الأوروبي عن إهدار وقت ثمين فيما اتهمه البريطانيون في جعل المفاوضات صعبة. وعبر كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارني عن خيبته وقلقه عقب جلسة التفاوض السابعة. في المقابل اتهم نظيره البريطاني ديفيد فروس الاتحاد الأوروبي بجعل المفاوضات صعبة بلا مبرر عبر محاولة إلزام لندن مواصلة تطبيق القواعد نفسها بالنسبة إلى الدعم الاقتصادي الحكومي. وثمة ضغط زمني منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يناير 2020 يجب الوصول إلى اتفاق في موعد أقصاه نهاية أكتوبر لترك وقت كافي ليصادق عليه البرلمان الأوروبي والبريطاني قبل انتهاء الفترة الانتقالية نهاية 2020. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن العالم يجب أن يكون قادرا على السيطرة على جائحة كورونا في مدة أسرع من تلك التي استغرقها القضاء على تفشي الإنفلونزا الإسبانية عام 1918. وقال رئيس المنظمة أنه عبر الاستفادة من الأدوات المتاحة إلى أقصى حد والأمل بأن نحصل على أدوات إضافية مثل اللقاحات، أعتقد أن باستطاعتنا إنهاء الجائحة في وقت أقل مما استغرقه إنفلونزا عام 1918. وتسبب كوفيد-19 بوفاة أكثر من 803 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 23 مليونا حول العالم وفق تعداد بالاستناد إلى مصادر رسمية. وقال مايكل راين المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية أنه تطلب المرض 3 موجات حتى يصيب معظم الأفراد المعرضين. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. في أمان الله وحفظه.